السلام عليكم. الجهل المقدس والفلسفة، هل يمكن اختبار العقل البشري في المطلق؟ وهل المطلق يتحمل غياب الأسئلة؟ يستخدم مصطلح الجهل المقدس في التراث الديني والفكري للدلالة على حالة يعي فيها الإنسان أن العقل محدود، وأن هناك مجالا للغيب والمطلق لا يمكن الإحاطة به إحاطة كاملة، ثم يتحرك داخل هذه الحدود بقدر من التواضع والحذر من الادعاء، فهو جهل ينتج عن معرفة واسعة بقصور الإنسان لا عن تخل عن التفكير، ويظل فيه الإيمان مرتبطا بإدراك أن اللغة والمفاهيم والتصورات البشرية لا تستوفي حقيقة الإله واللانهائي. وفي استعمالات أخرى لهذا المصطلح، كما عند بعض المفكرين المعاصرين، يشار إلى الجهل المقدس على أنه حالة يجري فيها تحصين بعض الموضوعات والنصوص والتفاسير الدينية ضد النقد والمساءلة، حيث يمنع السؤال باسم القداسة، ويعامل الموقف البشري أو التأويل التاريخي كأنه حقيقة نهائية تتجمد داخله الطاقة النقدية، ويستبدل الحوار باليقين المغلق. أما الفلسفة فهي ممارسة منظمة للتفكير والنقد، تقوم على طرح الأسئلة حول الوجود والمعرفة والقيم والمجتمع، وعلى استخدام الحجة والتعليل وبناء المفاهيم بدل الاكتفاء بالتقليد أو السلطة الموروثة. الفيلسوف لا يتلقى الإجابات كمسلمات نهائية، بل يخضعها للافتراض والاعتراض والنقد، ويحاول أن يبني رؤى متسقة مع ذاتها مكشوفة الأسس والمناهج. ومع أن الفلسفة تعترف هي الأخرى بحدود العقل، إلا أنها تجعل هذه الحدود نفسها موضوعا للبحث والتحليل، فتسأل: أين يستطيع العقل أن يحكم؟ ومتى يبلغ مجالا لا تكفي فيه أدواته المعرفية؟ وكيف يمكن تمييز ما يدخل في حكم العقل عما يتجاوزه؟